كاش ولا قسط؟ قسط ولا كاش؟ لما تيجي تشتري شقة السؤال المهم ايه الافضل والاوفر؟ في الفيديو ده هحسب لك الموضوع بالظبط، بس قبل ما ابدا افرض معاك كاش 3 مليون جنيه وهم نفس سعر الشقة اللي انت عايزها. لو قررت تدفع 20% مقدم كده يبقى حوالي 600 ألف جنيه وهتقسط الباقي. في الواقع ان شركات العقارات بتقدم تقسيط بمتوسط فايدة 32%، يعني هتدفع قسط شهري حوالي 65 ألف جنيه وكنت دافع 20% مقدم اللي هم كانوا 600 ألف جنيه، يعني كده اجمالي اللي انت هتدفعه في خلال الخمس سنين حوالي 4 مليون و400 ألف جنيه، يعني كده هتدفع حوالي 1.5 مليون فوائد تقريبا او 300 ألف جنيه في السنة. طيب لو اشتركت في اعلى شهادة في السوق لمدة 3 سنين هتاخد عائد 27% خلال السنة الاولى كل 3 شهور، يعني حوالي 648 ألف جنيه. بس العائد ده مش هيكفي حق قسط الشقة، خصوصا ان الشهادة هيكون العائد بتاعها متناقص خلال السنة الثانية اللي هي هتبقى 23% والسنة اللي بعدها هتبقى 19%. ده غير ان البنوك العالمية بتأكد ان البنك المركزي هينزل سعر الفايدة. طيب لو فكرت تعمل ايداع شهادة في البنك لمدة 5 سنين وتكون بأعلى فايدة في السوق اللي هي 16.5%، واللي هيجي لك هيكون اقل من نص قسط الشقة. الخلاصة الاحسن ان انت تشتري الشقة كاش طالما معاك ثمنها، لان ده هيكون اوفر ليك، وكمان ممكن تشطبها وتأجرها وتدخل منها ربح. قول لي بقى في الكومنتس عندك اي تجارب سابقة مع شراء العقارات؟ ولما اشتريتها قسط ولا كاش؟